ازاي لقيت شغل وانا عندي 18 سنة من غير لا شهادة ولا خبرة ولا اي حاجة؟ بقيت اصرف على نفسي من وانا عندي 18 سنة، دي بالظبط من اجازة ثانوية عامة. والثانوية عامة دي في مصر عندنا المرحلة اللي بتبقى قبل الجامعة على طول. هلو هلو من نص الدنيا الحلو. خليني اقول لكم ان دي من امتع الحاجات اللي انا عملتها وانا صغيرة. وانا دايما بشجع بالذات البنات ان هم يشتغلوا من وهم في سن صغير. وفي الحلقة دي هتعرفوا ليه. اتفرجوا على الحلقه للاخر لان انا جمعت لكم اهم 6 حاجات هتحتاجوها لو انتم محتاجين تشتغلوا وانتم في سن صغير. خلوني بقى احكي لكم قصه من الاول، وخليني اقول لكم ان انا ازاي اصلا لقيت شغل وانا عندي 18 سنه. مبدئيا 18 سنه دي زي ما قلت لكم ان انا كنت في الاجازه بالظبط بتاعت ثانويه عامه. خلصت ثانويه عامه وقررت ان انا هشتغل. وعايزه اقول لكم ان انا كان عندي مأساة يعني، او كانت بمر بظروف صعبه جدا الوقت ده. منها ان انا كنت بدور على شغل عشان كنت محتاجه فلوس جدا. منها ان انا كنت جايبه مجموع قليل جدا فما دخلتش الكليه اللي انا كنت عايزاها. منها ان والدي اتوفى في السنه دي فانا كنت نفسيا مش احسن حاجه خالص. يعني اعتقد كده كان المفروض اي حد مكاني يشوف ان الدنيا حرفيا سواد. بس انا طول عمري عموما بشوف دايما نص الدنيا الحلو، مش عشان البرنامج، عشان بجد انا بشوف في حياتي النص الحلو من الموضوع ايه. وده انا من زمان جدا كده. بحب دايما شخص اكون متفائل، شخص يكون دايما شايف الحلو فين في اللي بيحصل له، ربنا عمل ده ليه. ودايما بدور على الحكمه بتاعه ربنا في اي حاجه بتحصل لي في حياتي. لو انتوا سامعين الصوت اللي بره ده حاولوا تتجاهلوه اكنه مش موجود خالص، لان انا مش لاقي مكان تاني اصور فيه، كل الدنيا فيها نفس الصوت. فحاولوا تتجاهلوه لو انتوا سامعين. المهم خليني اقول لكم ان انا وقتها ما كانش عندي بقى لا واسطه ولا حد يشوف لي شغل، ولا اصلا حد في البيت كان موافق ان انا اشتغل، لان انا كنت صغيره جدا فما كانوش موافقين وشايفين ان ده لا، بعد الجامعه اشتغلي زي اي بيت مصري تقريبا. ما كانش عندي لا لغه ولا اي حاجه تاهلني ان انا اصلا اشتغل. بس انا حاطه في دماغي ان انا هلاقي شغل وهشتغل. ده كل اللي كنت بفكر فيه ساعتها. ما كانش عندي اوبشن. مش عارفه العيب كان عندي انا ولا العيب كانت على المجتمع اللي حواليا او الدايره بتاعتي. ما كانش فيه تفتح زي دلوقتي، او ما كنتش انا عارفه حاجات زي دلوقتي. طبعا ما كنتش عارفه يعني ايه لينكد ان، او ما كنتش عارفه يعني ايه ادور شغل على النت والناس تنزل وظائف على النت. يمكن كان في مواقع زي اونلاين دلوقتي، مواقع شغل وفريلانسر والحاجات دي. بس انا ما كانش عندي علم بيها اصلا. انا بتكلم على سنه مثلا 2018 او 2017. اللي انا بقول لكم عليه ده بالظبط 2017 كان في تكنولوجيا، انا مش قديمه قوي. بس انا ما كنتش عارفاها او ما كنتش عارفه ادور فين. فكنت ما عنديش اي اوبشن تاني اعمله غير ان انا انزل ادور على شغل بنفسي، اللي هو اخد شنطتي وانزل ادور على شغل. وفعلا عملت كده، بدات ادور على شغل في المحلات اللي حواليا، في المولات، في محلات الاكل، في كل حاجه ممكن ادور فيها على شغل. بدات ادور على شغل لحد لما لقيت مكان بتاع فرايد تشيكن، ودي اللي هي الفراخ المقليه عامل زي كي اف سي كده. بس هو براند سعودي. ودخلت على المانجر وحدد معايا ميعاد الانترفيو، ورحت قعدت معاه وبتاع. واللي فرق ان انا صغيره في السن، عن انا كنت اصغر واحده في المكان، عن ان انا اشتغل معاهم، ان انا كنت بتكلم بحماس وباور ان انا عايزه اشتغل. رهيب رهيب. لا عندي خبره في الاكل، لا عندي خبره في المطاعم، لا عندي خبره في اي حاجه، لا في البيع ولا في الشراء ولا اي حاجه. ابيض ابيض ابيض، ما عنديش ولا نقطه خبره في اي حاجه. ومع ذلك اتاكسبتد وتوافق عليا في الشغل. وحتى المانجر ده قال لي ان انت مش شبه الناس اللي موجوده عندي، فانا هشغلك حاجه كده زي هوست، او اللي هو الناس اللي بتقف قدام اللي هو اول ما تخشوا من باب المحل بتلاقوا ناس كده بتستقبلكم في المكان. انا كنت شغاله الشغلانه دي، اللي هو بقى لابسه يونيفورم بقى، اللي هو قميص ابيض وبنطلون اسود وفورمال شويه، فاهم، وبستقبل الناس اللي بتيجي المكان. ما قعدتش في المكان كتير خالص لاني انا حسيت ان هو مش شبهي. بس كسر عندي حته ان انا اشتغل. اتحط في السي في بتاعي ان انا بقى عندي نقطه خبره، حته خبره صغيره. ما استكبرتش على الشغل. ما قلتش ان انا لا يعني اشتغل في مكان مش عارفه ايه، مع اني اهلي كانوا رافضين الموضوع. ولا يا بنتي ده مش شبهك ومش انتي وبتاع. بس انا ما صدقت لقيت شغل، فاللي هو ده. كان ساعتها بفلوس عبيطه جدا جدا جدا. واتخصم نص الفلوس ساعتها مني علشان انا ضيعت اليونيفورم. انا فاكره ضيعت اليونيفورم في يوم. ورحت اخدت منه فلوس تاني عشان ما كانش معايا عشان اجيب يونيفورم جديد. ضيعته في المواصلات. انا فاكره كويس جدا يا جماعه، الحاجات الصغيره دي بتفتكروا والله العظيم بتفتكروها وتحس ان هو ياه ذكريات. ف ما خدتش حاجه تقريبا في الاخر. بس انا مسكت فلوس من شغلي، حتى لو كانوا ساعتها 200 جنيه ولا 500 جنيه. كانوا بالنسبه لي انا ساعتها فلوس مسكتها. وانا عملت فلوس بتعبي، شهر كامل انا اشتغلته عملت فيه فلوس.
زي ما قلت لكم ما اشتغلتش في المكان ده فتره كبيره قوي، عشان برضو حسيت ان هو فعلا مش شبه لا احلامي ولا طموحي ولا هدفي. ودايما من اول لما بدخل اي مكان، من وانا اول شغل دخلته بيبقى عندي وجهه نظر كده على اللونج تايم. بحس ان انا ايه، الشغل اللي انت دخلتيه ده يا دينا، المكان او البوزيشن اللي انت اتحطيتي فيه، انا اشتغلت مثلا لو بستقبل عملاء، اخر البوزيشن ده ايه، اخر حاجه هوصلها التوب في المجال ده ايه، التوب في الحته اللي انا اتحطيت فيها دي ايه. فحسيت ان انا عمري ما هترقى، عمري ما هبقى حاجه تاني غير دي. خلاص انا ما عنديش اصلا درايه ببقيه الحاجات عشان اكون مديره عليها، او عشان اكون بفهم فيها. فبلس ان هي مش شبه احلامي ان انا احارب عشانها، فحسيت ان لا انا مش هضيع وقت اكتر من كده. وكانت الجامعه داخله، فحسيت ان هو انا محتاجه ادي للجامعه شويه كمان من وقتي عشان اشوف انا هعمل ايه. دخلت الجامعة، وكان من حسن حظي ان الجامعة بتاعتي فيها مجالات كتير جدا. ودايما يا جماعة ربنا بيوجهنا. انا ما كنتش حابة الكلية بتاعتي خالص لما دخلتها، بس ربنا وجهني في حته معينه تناسبني ما تناسبش حد غيري. انا كنت شايفه كده اني لو انا كنت حطيت في اي جامعه تاني من الجامعات التانية المختلفه عن جامعتي، كنت حاسه ان انا ما كنتش هلاقي الفرص اللي انا لقيتها، ما كنتش هلاقي تنوع المجالات اللي انا لقيته. انا كنت في تربيه رياضيه، لو اي حد محتاج يسال اي حاجه هجاوب عليها. والجامعه بتاعتي فيها مجالات كتير جدا جدا في المجال الرياضي، اي حاجه ليها علاقه بالمجال الرياضي انا ممكن اشتغل فيها. اول لما دخلت بقى شفت الكورسات بقى ومعلقين بانرات في كل حته وكورسات ومش عارفه ايه وبتاع، بدات ادوس شويه، واحده واحده اخد كورس، واحده واحده احوش من مصروفي، واحده واحده ما تديني حاجه فلا امشي الطريق عشان احوش فلوس المواصلات، ما اكلش طول النهار عشان احوش فلوس المواصلات. كان عندي حاجه انا عايزه اشتغل، انا عايزه احقق نفسي، انا عايزه انجح، انا عايزه اوصل لحلم، اوصل لهدف انا عايزاه من جوايا. مش مستنيه حد يحققه لي، عمري ما استنيت حد يحقق لي احلامي، عمري ما استنيت ان حد يجي ياخدني يقول لي انا هحقق لك احلامك، عمري ما استنيت اهلي يدوني فلوس زياده يقولوا لي حققي احلامك او وصلي لاهدافك او اعملي مشروع او اي حاجه. عمري ما ده اصلا جه في دماغي، عمري ما اعتمدت على حد في حياتي. المهم الجامعه عندي ساعتها خلتني اختار كده بين حاجتين، مش الجامعه اللي هو يعني الفرص اللي جت قدامي، ان كانت اسهل حاجه ممكن نشتغلها كطلاب حاجتين، يا اما مدربين سباحه يا اما مدربين جيمناستيك اللي هو الجمباز وكده للاطفال. فساعتها انا حسيت ان انا مش ان قوي في الجمباز، وحسيت ان هو قصته طويله قوي، فقلت ايه انا هدخل سباحه. ده مش تخصص، ده اللي هو انا قررته في دماغي، يعني التخصص في الكليه عندنا من سنه رابعه، فده مش تخصص خالص. انا قررت انا عايز اتعلم سباحه، وممكن تتعلم اي حاجه وتاخد كورسات في اي حاجه عندنا في الكليه. فساعتها رحت قدمت في الكورس ده ورحت اخدته، وانا عايزه شهاده بقى اللي هو انا مدربه معتمده من الغوص والانقاذ، ان انا بقدر اعلم سباحه واقدر ابقى منقذه على البسين او كده. فرحت اخدت الكورس ده فعلا. وانا باخد الكورس اشتغلت. ربنا يا جماعه ما بيضيعش ابدا تعب حد، ما بيضيعش ابدا سعي حد. انا سعيت خطوه رحت اخدت الكورس، ربنا في ساعتها كافئني، خدي هتشتغلي وانت بتاخدي الكورس. انا لسه ما خلصتوش، لسه ما شفتش انا هبقى تمام ولا مش تمام، انا لسه ما خلصتوش. وربنا فتح لي باب ان انا اللي انا كنت باخد عنده الكورس عرض علينا ان انا وتيم تاني من صحابي ان احنا ايه نقدر نشتغل معاه في الاكاديميه بتاعته، ونشتغل وناخد فلوس وناخد الكورس كمان معاه. والله العظيم لو حكيت لكم انا قد ايه ربنا وقف معايا، عشان كنت دايما بسعى. دايما ربنا بيقول لي اسعي وانا في ظهرك، اسعي وانا هكافئك، اسعي امشي خطوه وانا هديكي خطوتين، لو مش دلوقتي بعدين. انا في الكليه بعيدا بقى عن ان انا دخلت السباحه دي وان انا الحمد لله كنت شاطره جدا فيها واخدت شهاده واشتغلت في السباحه فتره طويله، وعملت اكاديميه انا واصحابي. بص بقى اللي انا في لسه طالبه، لسه كنت في سنه تانية، كنت في سنه تانية عملت اكاديميه انا واصحابي، اي نعم ما كملناش فيها فتره، بس الاكاديميه دي علمتني ازاي اعمل بيج على فيسبوك، ازاي اعمل دعايه وماركتنج وابدا اسوق للبيج دي، ازاي اعمل لوجو لل... للبيج دي، واعمل الديزاين بتاع الفلايرز. احنا اللي كنا بنعمل بايدينا، ما احنا معناش فلوس نجيب حد، احنا اصلا بدانا الاكاديميه من زيرو انكم، احنا معناش فلوس، احنا بس عملنا بيج والناس اللي كانت بتجيلنا هي اللي بندفع بيها ايجارات البسين والحاجات دي، ما كناش معانا فلوس ان احنا نحط حاجه. يعني احنا عملنا مشروع من صفر، من ولا حاجه. عملنا مشروع بدأ يدخل لنا فلوس، اي نعم مش كبيره، بس بدأ يدخل لنا فلوس، اي نعم ما كملناش في المشروع، بس عملنا مشروع، استفدت، عرفت يعني ايه برامج اديت، عرفت يعني ايه ازاي اعمل دعايه، عرفت ازاي اتكلم مع العملاء، ان انا صغيره جدا وعملاء بتجيلي باطفال، ازاي هقنعهم ان انت المديره، انت صاحبه الاكاديميه، لا انا هقنعها، وازاي امرن الاطفال، وازاي احقق
احقق حاجه انا كنت عايزاها. ازاي كنت بنافس ناس كبيره جدا في السوق وكنت بنافسهم ازاي. فالنجاح والسعي وان انا اجتهد وان انا اشتغل ده ملوش عمر، ملوش سن، ليه خبره. الخبره دي هتجمعيها مش كلها بالفلوس، مش كلها ابدا ابدا، مش مرتبي كام فهو اللي هيديني خبره. لا، انا قابلت ان انا اشتغل في مكان كنت ما خدتش مرتب في الاخر، او خدت 500 600 جنيه والله العظيم ما فاكره، بس في الاخر انا استفدت خبره، عرفت ازاي اتعامل مع الناس، عرفت ازاي عامل لي يخص لي فابدا اتكلم معاه كويس واضحك ويا فندم واتفضل، وعرفت ازاي اتعامل، فده اداني خبره. الخبره دي اللي بتجيب فلوس بعدين. لو انا ما كنتش اتعلمت الاكاديميه دي او ما كنتش دخلت الاكاديميه دي ما كنتش هعرف يعني ايه برامج ايديت، ما كنتش هعرف اصور لكم فيديو دلوقتي واقعد اعمل ايديت ليه، وازاي اعمل كفر، وازاي اظبط اللوجو يبقى مقاس ايه، وازاي اشيل ده واعمل ايه. وما كانش فيه ساعتها ذكاء اصطناعي، ما كانش فيه الحاجات اللي مسهله لنا دلوقتي. فرق جدا 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 معايا برضو في الشغل ان انا كنت باخد اي كورس يجي قدامي. فالجامعه كان اي فلوس تجي لي ما كنتش بصرفها على نفسي نهائي، غير ان انا بستثمر في نفسي. انا باخد كورس في المجال ده، او باخد كورس في مجالات تانية. كانت مثلا في كورسين مثلا بيتاخدوا، كورسين مثلا وعليهم كورس، او كورسين وعليهم كورس مثلا 50%. كنت باخد الحاجات دي وكورسات اصلا ما كنت ساعتها مقتنعه ان هي هتفيدني. كنت مثلا اخدت كورس مساج، عمري ما كنت متخيله ان أنا ممكن اشتغل في المساج. لما الدنيا لفت ورحت اشتغلت في جيمات، انا الكورس اللي انا اخدته ده فادني ان انا بدات اعمل مساج علاجي للناس. بدات اعرف ازاي العضله ازاي اعمل لها مساج معين عشان العضله دي تفك. لو ما كنتش خدت الكورس ده ما كنتش هبقى مميزه حته صغيره عن الناس اللي حوالي، عن المدربين العاديين. بدات اتجه في مجال الجيمات، كنت واخده مثلا كورس ازاي اهل مثلا اصابات الركبه والصليبي والحاجات دي، كنت واخداها وما كنتش عارفه برضو ان انا ساعتها هشتغل بيه او ان انا ساعتها هيفيدني. لما دخلت مجال الجيمات وخدت كورس ان انا ابقى مدربه، بقالي من 2019 وانا مدربه في مجال الجيمات، وعماله اتمرمط من هنا لهنا، واروح جيمات مش احسن حاجه، واروح جيمات لا احسن شويه، واروح مش عارفه ايه، واروح بعد كده اسافر بره وبعدين ارجع مصر. عملت شويه حاجات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مبسوطه منها جدا. بس وانا ماشيه كنت باخد حاجات انا ما كنت ساعتها متخيله ان هي ممكن تفيدني. اخدت كورس مثلا صغير او ورك شوب حاجه صغيره في الاداره، ما كنتش متخيله ان انا ممكن تفيدني بعد كده، بس انا اخدتها عشان هي جت قدامي فكانت فرصه، وكانت فلوسها ما كانتش كتيره وكان معايا فلوس، فقلت لا انا هاخدها. فادتني بعد كده. لما دخلت في جيم معين دخلته في حياتي، زي ما كنت بقول لكم اني انا دايما ببقى عندي نظره كده مستقبليه. انا لما دخلت جيم معين، انا وانا بعمل انترفيو، والله العظيم والله العظيم يا جماعه، انا وانا بعمل انترفيو انا قررت ان انا هكون مديره في الجيم ده، ان انا مش همشي من الجيم ده غير وانا مديره. والله العظيم ما مشيت منه غير وانا مديره. والله العظيم الكورس بتاع المانجمنت او الكورس بتاع الاداره اللي انا خدته فادني لما بقيت مديره. ما كنتش متخيله ان هو ممكن يفيدني، ما كنتش متخيله ان انا اصلا، يا بنتي اداره ايه وبتاع، احنا لسه بنبدا في حياتنا، بس اخدته. من الحاجات الحلوه جدا 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 في حياتكم ان انتوا تشتغلوا وانتوا صغيرين. لما انا اشتغلت وانا صغيره وجيت اتخرجت من الكليه، ما كنتش ساعتها وانا في الكليه عارفه اخرج مع صحابي، عارفه اروح معاهم الاماكن اللي بيروحوها، مع ان كان معايا فلوس ساعتها، بس ما كنتش عارفه اعمل ده. لا، كنت الفلوس اللي باخدها بحطها في كورسات. ما كنتش عارفه اعيش الحياه الجامعه اللي الطبيعي لاي حد كان بيعيشها. كنت بحاول عشان برضو ما بقاش فقدت لذة الجامعة، كنت بحاول بس ما كنتش يعني مثلا كنت 20% منها مش ال 100%، 20%. الحمد لله مش ندمانة خالص. كنت ساعتها متضايقة ليه؟ عشان كنت حاسة اللي هو دينا، هو انت ليه بتعملي كل ده؟ طب ما انت تبسطي وتخرجي مع صحابك، اشتغلي يا ستي شهر واقعدي سنة، اشتغلي شهرين واقعدي بقية السنة اتبسطي مع صحابك وعيشي حياة الجامعة. كنت الصبح بروح الجامعة، بعد الجامعة بيبقى عندي كورس، بعد الكورس بيبقى عندي شغل لحد الساعه 11 بالليل. انا في الدايره دي، اروح انام الصبح وهكذا. كليتي كانت حضور، لازم احضر كل يوم، مش زي بقيه الكليات، في كليات مش لازم تحضر كل يوم، كنت لازم احضر كل يوم لان كان الحضور عليه درجات وكده. غير ان الحضور كان عليه درجات، انا الكليه كانت عمليه، فانا لو ما حضرتش محاضره باجي المحاضره اللي بعدها خدوا حاجه مهاره مثلا او حركه معينه، انا لو ما خدتهاش بتاثر عليها المحاضره اللي بعدها، فيبدا مستواي يقل، ابدا مش عارفه الحركات. فكان لازم احضر، فكنت بحضر الكليه وكنت بخلص الكليه باخد كورس، وبعد الكورس كنت بروح الشغل.
فكانت حياه ما كانش عندي نقطه فاضيه اعمل فيها حاجه. بطلوش تاخدوا كورسات وما تبطلوش تتعلموا، والعلم ابدا ملوش باب معين انا هخلصه وابقى كده خلصت ابدا. انا بشوف دايما ان العلم او التعليم الاجباري هو تعليم مش تطوير. يعني احنا بنفضل لحد مثلا ثانويه عامه، وفي ناس بتفضل لحد الجامعه، اللي هو انا ماشيه زي الماشيين بخلص سنين دراستي وخلاص انا خلصت دراستي وخدت شهادتي. جاست ان انت لو انت من الناس دي او انت من الناس دي، بحس ان خلاص اول لما نخلص الموضوع ده نبدا بقى نبقى ها، هتعلم ايه بقى في حياتي؟ ايه بقى الحاجه اللي انا هتعلمها اللي انا عايز فعلا اتعلمها؟ انا عايزه تضيف لي، تحط لي فاليو في حياتي، تحط لي قيمه في حياتي. انا عايزه اتعلم، اكون بتعلم ايه؟ مش دراسه وخلاص ومعلقه شهاده وخلاص، لا، انا عايزه اتعلم ايه بجد. فكنت لسه شايفه بوست كده كان بيقول ما تخليش سنين الدراسه بتاعتك تلهيك عن سنين التعليم بتاعك. فعلا سنين دراسه ساعات كتير مش بتكون مفيده لينا زي السنين او الوقت اللي احنا هناخد فيه نتعلم كورس، نتعلم كليه بنحبها، ندخل حاجه عايزين نتعلمها، ناخد خبره في حاجه معينه. ده اهم بكتير من السنين اللي احنا بنقعد نتعلمها من غير ما نحس ان احنا استفدنا اي حاجه في حياتنا. زي ما بقول لكم كنت متضايقه ان انا مش عايشه حياه الجامعه. بس اول لما اتخرجت، واول لما حسيت انا بعد ما اتخرجت بفتره صغيره جدا بدات خلاص بقى انا بقيت مديره بقى في المكان اللي انا كنت فيه، لاني اوريدي كنت شغاله فيه من بدري. بعد ما اتخرجت لقيت بقى اصحابي لسه بادئين بقى يشتغلوا هاوي يدوروا على شغل، ونلاقي ايه وما نلاقيش ايه، واللي اشتغل في المجال الرياضي واللي خرج من المجال الرياضي وهكذا. بداوا اصحابي يكلموني: ايه يا دينا عايزين شغل، ايه يا دينا عايزين نشتغل، شوفي لنا شغل، شوفي لنا مش عارفه ايه، انت قديمه، انت يا بنتي بقالك كتير بتشتغلي، طب ده اخباره ايه، طب اشتغل في ده ولا ده، طب اختار النادي ده ولا النادي ده، طب اختار الجيم ده ولا الجيم ده. بدات احس ان انا لا، انا مبسوطه. انا كنت صح، انا ما كنتش غلط. انا لما فوتت سنين الكليه او فوتت ان انا اخرج واتبسط معاهم عشان اشتغل، عشان استثمر في نفسي، كنت انا صح، ما كنتش غلط. كان فعلا عندي حق، ما كنتش بضيع في وقت او ما كنتش بمشي في طريق غير اللي المفروض امشي فيه، لا كنت صح جدا. لما اصحابي اتخرجوا لسه بيبداوا، انا كنت خلاص فاضل لي حبه صغيره ابقى مديره، فاضل لي حبه صغيره واترقى، مش لسه ببدا المجال، لا انا كنت عارفه كل حاجه، كنت عارفه ده وده 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 وده، وكورسات ايه وكلاسات ايه والمفروض اعمل ايه وما اعملش ايه واتمرن ازاي وما اتمرنش ازاي، وده يجيب اصابه لا ده ما يجيبش اصابه، لا الجيم ده ادارته كويسه لا الجيم ده ادارته مش كويسه، لا مش عارفه روح المكان الفلاني لا ده يضيف لك ده ما يضيفلكش، لا ده فلوسه حلوه بس بيتاخر، لا مش عارفه ايه. خلاص بقيت السوق، بقيت خلاص انا فاهمه ده بيعمل ايه وده ما بيعملش ايه. بدات اوجه صحابي، فبدات احس ان لا انا كنت صح. كل لما اشتغلتوا بدري، كل لما كنتم سابقين الناس اللي قدكم، كل لما اخدتوا خبره بدري، كل لما كنتم سابقين في المجال اللي انتوا عايزين تبقوا فيه. شغل مش عيب ابدا، واوعوا اوعوا اوعوا تتكبروا على الشغل في حياتكم، اوعوا تتكبروا على الشغل. ايا كان الشغل، حتى لو في محل اي حاجه، كاشير، سيلز في محل، واقفه ببيع اي حاجه، واقفه بترابيزه في الشارع، والله العظيم ده هيخليكوا تستفيدوا وتلموا خبره انتوا مش متخيلينها في وقتها. هتعرفوا قيمتها بس بعدين مش دلوقتي. لو انا واقفه ببيع في الشارع اي حاجه، اي منتج، اي حاجه، والله العظيم انا هيبقى عندي فن ان انا ازاي اجذب العملاء اخليهم يقفوا عندي، ازاي اتعامل مع العملاء. لحد دلوقتي والله العظيم ببقى عارفه اللي قدامي ده بيحب شغله ولا لا، ببقى عارفه اللي قدامي ده عايز يشتغل ولا لا، ببقى عارفه اللي قدامي ده اسلوبه حلو في البيع واشتري منه ولا لا، ايا كان بقى، حتى لو واقف في الشارع، لو واقف في محل، والله العظيم ساعات بيكلموني سيلز في التليفون اسلوبهم وحش. يعني انا لو عايزه اشتري والله العظيم هشتري، اسلوبك انت حافظ مش فاهم، عمال ترص الكلام، مفيش، مش مديني فرصه اتكلم اصلا، مش مديني فرصه اتعامل. طب يعني اديني فرصه. انا مره بنت بتكلمني والله العظيم قلت لها: هو انت متضايقه ليه؟ انت يعني بتكلميني كده ليه بجد؟ والسيلز المفروض هي بتبيع لي، يعني المفروض تبهرني بقى، اللي هو بقى انا تمام والدنيا تمام واسلوبي حلو وفريندلي وبضحك، لاني حتى لو انا بتكلم في التليفون ومش بضحك مش بسمايل، بيبان والله العظيم في صوتي ان انا مش بضحك، ان انا مش راضي مش مبسوط، مش بقول لك اضحكي كركري في المكالمه، بس خليكي فريندلي، يعني خليكي، يعني مش عارفه اشرحها لكم، بس بيبان انتوا مع الوقت لما تشتغلوا كتير هيبقى باين الشخص ده عايز يشتغل ولا لا، بيحب الشغل ولا لا، مخلص في شغله، بيدي في شغله ولا لا. كل ده والله العظيم بيبان بس مع الخبره، مش فلوس بقى، مش فلوس هتعلمك الكلام ده، الخبره والسوق والتعامل هو اللي بيعلم الحاجات دي. اهم 6 حاجات والله العظيم محدش هيقولها لكم زي ما انا هقولها لكم دلوقتي. اهم 6 حاجات تخلوهم قدامكم زي الشمس كده وانتوا بتشتغلوا اي شغل اللي هتسمعوهم دلوقتي. في بداية حياتكم ما تدوروش على فلوس،
دوروا على خبره، دوروا على ايه المكان اللي هيديني خبره. طول ما انتوا بتدوروا على فلوس، الفلوس هتهرب منكم، لكن لما تدوروا على النجاح وتدوروا على الخبره، هتلاقوا الفلوس جايه لكم لحد عندكم. تاني حاجه، ما تدوروش على اماكن شغل جنب بيتكم. لا، بالذات لو انتوا شغالين في اماكن شعبيه، دوروا على اماكن شغل حاجه هتضيف لكم، حاجه هتديكوا تعامل مع ناس مختلفه عن الناس اللي حواليكوا. حد مش هيطبطب عليكي ويقول لك يا حبيبتي معلش انت بقى بنت مش عارفه مين، فخليكي قاعده جنبي مش عارفه ايه، واديكي قاعده وبتضيعي في الوقت وبديكي ايه 1000 جنيه ولا 2000 جنيه اخر الشهر وخلاص وانت راضيه والحمد لله هو بشتغل. لا، اشتغلي في مكان يعلمك وهو ما يعرفكيش، يعلمك بجد. تتعاملي مع ناس. لو انت مثلا شغاله في مكان، ساكنه في مكان مش احسن حاجه، حاولي تروحي مثلا حاجه احسن شويه، منطقه احسن شويه، روحي مول مثلا، روحي حاجه تضيف لك حاجه، تعلمك تتعاملي مع ناس تكون احسن شويه من البيئه اللي انت فيها، عشان دول هيعلموكي تبقي احسن. مش هيدوكي فلوس بس يعني، لا، هيعلموكي ازاي تتعاملي مع الناس الاي كلاس شويه، الناس اللي مستواها احسن شويه، ازاي تتعاملي، ازاي تمشي، ازاي تضحكي، ازاي تبيعي للشخص ده الحاجه الفلانيه، ازاي ممكن يبقى الشغل مثلا بعد كده محتاج لغه، فهتخليكي غصب عنك تطوري نفسك من غير ما تكوني واخده بالك. انا بروح اخد كورس عشان الشغل طلب مني ان اخد الكورس ده، هبقى متضايقه ومخنوقه، بس مع الوقت هو الكورس ده فادني، هو الكورس ده اداني لغه انا ما كنتش عندي او ما كانش في دماغي اصلا ان انا اخدها. ثالث حاجه، اوعوا 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 تصرفوا كل فلوسكم على اللبس والشوبينج والاكل، وراح اكل فين وجايه منين واجيب ايه لصاحبتي واجيب ايه لصاحبي ومش عارفه ايه. اوعوا تعملوا انتوا بتضيعوا نفسكم. فلوسكم لازم يكون مش اقل من 50% منها انا بستثمر في نفسي، انا باخد كورس، انا بطور شكلي، انا بطور لبسي، انا بطور المعلومات اللي عندي، باخد ورك شوب في حاجه معينه، باخد كورس في حاجه معينه، بطور نفسي في حاجه، بطور نفسي في لغه، بطور نفسي في شغل، بطور نفسي في علاقات دايما طول الوقت تطوروا نفسكم من مرتبكم. ومش بقول لكم ان انتوا ما تجيبوش حاجه لنفسكم، لا، دايما بالعكس، دايما الشغل لازم كل شهر تعملوا بيه، من هتحوشوا جزء، في جزء لازم تعملوا بيه حاجه لنفسكم تحسسكم ان انتوا، انا بشتغل وبتعب طول الشهر. ما انا لو بشتغل وبتعب طول الشهر ومش بلاقي حاجه بتفيدني، احس ان انا تعبت، انا خلاص بقى اشتغلت زي ما اشتغلتش، او بحوش الفلوس والمدى الطويل لسه بقى قدامي سنه على ما اجيب الحاجه اللي انا عايزاها. فلا، لازم تدوا نفسكم كده، تروحوا تعملوا سيشن ليزر، تروحوا تروحوا سبا، تروحوا جيم لو ما بتتمرنوش، يبقى في حاجه عائد انا بعمله لنفسي، لو من غير الشغل مش هعرف اعمله. رابع حاجه، اول لما تروحوا مكان اتحطيتوا في حاجه معينه، لازم تبقوا شايفين الحاجه دي اخرها ايه. انا اشتغلت في مكان سيلز مثلا، لازم اشوف انا اخر السيلز ده، هل هم بيرقوا، هل هم بيطوروا، هل هم بيعلموا هفضل معاهم، ما بيعلموش يبقى انا لازم امشي، خلاص انا هاخد منهم الجزء اللي انا عايزه اتعلمه بتاع السيلز وامشي. انا دخلت مكان، انا قررت ان انا هكون في المكان ده مديره، والله العظيم ما مشيت غير لما اكون مديره من اول يوم انترفيو. فالموضوع مش لازم بقى اخد سنه واثنين وثلاثه عشان اقرر، لا، هو انا بشتغل سيلز، خلاص السيلز ده ما ترقتش بقيت سينيور سيلز مثلا، فانا خلاص انا همشي، انا استحق ان انا اكون ده، ما استحقش انتوا مش شايفين ان انا مستحق اروح مكان تاني يشوفني استحق ده. فما تستصغروش نفسكم عشان المكان هي دي الرولز بتاعته، لا، في 100,000 مكان تاني، في مليون ألف مكان تاني. وما تخافوش تريسكوا، وما تقعدوش في مكان فترة طويلة انتوا حاسين ان انتوا مش هتستفيدوا حاجة، خلاص انا وصلت لاخر حاجة في المكان ده، يبقى انا لازم امشي، حتى لو المكان كويس، حتى لو المكان فلوسه كويسة، حتى لو المكان جميل، حتى لو كل حاجة، بس خلاص بدل التعلم بتاعك وقف في حتة معينة، يبقى انت لازم تروح مكان تاني وتتطور فيه تاني. خامس حاجة، ما تزعلوش ابدا على اي حاجة ضاعت منكم او اي فرصة كنتوا مستنيينها بفارغ الصبر وما جاتش. اوعوا تزعلوا، ما تزعلوش ابدا على كورس اخدتوه وحاسين ان الكورس ده ما فادنيش بحاجه دلوقتي، والله العظيم هيفيدكم بعدين. والله العظيم السعي اللي انتوا بتسعوه ده ربنا شايفه، وربنا هيديكوا السعي ده، يمكن لو مش دلوقتي بعد سنه، بعد اتنين، بعد ثلاثه، بعد 10، بس هيجي. ربنا ابدا 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 ما بيضيعش سعي حد، خليكم متاكدين وواثقين من ده. اسعوا، خدوا كورسات، اتعلموا، خدوا خبره، يضحك عليكم تتعلموا تاني، يضحك عليكم تاني اتعلموا تاني، بس اهم حاجه ان انتوا ما تيأسوش وخليكم واثقين في ربنا، ان ربنا هيعوضني، ان ربنا هيديني السعي اللي انا سعيته، ان ربنا هيكافئني، انا متاكد من ده. اخر نقطه بقى، والنقطه دي اتعملت معايا كتير جدا، ولو اقول لكم انا كنت مغفله قد ايه مش هتصدقوني. كنت دايما في شغلي البنت اللي بتحب تعمل كل حاجه، اللي هتلاقوها في اي حاجه بتعرف تعملها، بتعرف تعمل اكسل، بتعرف تعمل لوجو، بتعرف تعمل الفلايرز، او بتعرف تعمل
البوست اللي بتبقى على الفيسبوك او على الانستجرام، البنت اللي بتعرف ممكن لو البنت بتاعت السيلز مش موجوده تطلع تبيع للكلاينت السيلز عشان تخش تتمرن. البنت اللي لو حد غاب من صحابي تلاقيني بكفر مكانه، تلاقيني باجي اليوم كله مش عارفه ايه، بيبقى دايما بدون مقابل، دايما كان بيبقى بدون مقابل. فاول لما تخش الشغل اعرفوا انتوا مطلوب منكم ايه بالظبط. انا مطلوب مني اكون سيلز، مش مطلوب مني ابدا ان انا اقف في ريسبشن. سوري انا اسفه، مش مطلوب مني. انا مطلوب مني ان اكون سيلز، خلاص انا واقفه، الكلاينت بيجي يقف في الريسبشن، الريسبشن بيبعته للسيلز، السيلز بيقعد معاه، دي وظيفتي. ما تعملوش اكتر من كده. مطلوب مني ان اكون مدربه، فانا خلاص مش مطلوب مني ان انا اقف ابيع، مش مطلوب مني ان انا ابقى سيلز، مش مطلوب مني ان انا اقف اكفر ريسبشن، مش مطلوب مني حتى لو انا بعرف ده، مش مطلوب مني اكون انا ماسكه السوشيال ميديا حتى لو انا بعرف ده. والله ده بمقابل وانا عندي وقت اوكي، مش بمقابل وهيتقال لي بس انت يا بنت الشركه وبنت اللي مش عارفه ايه، ده فحماده ما توافقوش. والله العظيم هتستغل وهتلاقوا الناس بتستغلكم، اللي هو انت المفروض تعمل ده غصب عنك بقى. اللي هو انا مثلا كفرت مره مثلا صاحبتي عشان هي مثلا غايبت، ولا زميلتي في الشغل دي غايبه، فانت هتنزلي غصب عنك، انت مش اوبشن بالنسبه لك. فلا والله انا كذا كذا كذا، خلاص مفيش مشكله، انا هنزل عشان اكفر صاحبتي، ان هو في الاول في الاخر شغل، ما عنديش مشكله. بس اعرفوا ان انا لما عاوز اغيب صاحبتي دي هتكفر مكاني. وده ما بيزعلش حد. هيزعل امتى؟ لما تكوني متعوده على حاجه وتصبحي انت عايزه تغيريها، لا هيبقى كده بقى في مشكله. انت بقى عايزه تترقي، انت عايزه تمشي من الشغل، انت عايزه تزيدي في المرتب، هتتشاف كده، مش هتتشاف غير كده على فكره. بس لا، انا من الاول انا عارفه انا عايزه ايه، انا عارفه انا محطوطه في ايه، فانا مش هشتغل غير كده. والله العظيم مره كان في مدير عندي، المدير ده كان مقصر في شغله، وكان مطلوب ان يعمل زي برنامج كده لعدد معين من المدرب، لعدد معين من العملاء بتوعي، من العملاء بتوع الجيم عموما، مش العملاء بتوعي انا، من العملاء بتوع الجيم. فالمدير ده كنا كل ما نكلمه والله معلش، والله هعمله لكم، والله مش عارفه ايه، خلاص انا قاعد دلوقتي بخلصه مش عارفه ايه. فبدات العملاء تسال على التمرين ده وهي مش موجوده. فانا مسكت، انا بعرف بقى طبعا، رحت انا بقى سحبه لساني ورحت جايه كتبت، قعدت نقلته على اكسل شيت مش عارفه ايه، جهزته لونته طبعته ورحت وريته له. قلت له بص ده هنمشي بيه مؤقتا بس لحد لما ايه حضرتك تخلص البروجرام بتاعك يعني اللي المفروض تعمله. قال لي تمام ماشي وهنمشي بيه مؤقتا ومش عارفه ايه، وبدانا فعلا نمشي بيه. هو المفروض كان يتعمل اكتر من ليفل، انا عملت ليفل واحد لان هي مش شغلتي، انا عملت الليفل اللي هنمشي بيه الدنيا لحد لما انت تخلص تخلص بقيه الليفلات. فجي بعد فتره هو ما عملش، فبدات العملاء تشتكي ان هو كل الناس بتتمرن زي بعض، وده مش صح طبعا، بس هو ده كانت رولز المكان، فانا عملت بناء على رولز المكان. جه بعد فتره اول حاجه اتعملت ايه؟ والله العظيم الاونر سمع بالموضوع. مين اللي عمل البروجرام؟ دينا اللي عمل البروجرام. اخصموا لدينا. ليه؟ عشان انا عملت حاجه هي مش غلط، انا ساعدتك، انا ساعدت المدير بتاعي، انت ما وقفتليش، دي اول حاجه، وفي الطبيعي مش هيقفوا على فكره. تاني حاجه انا اتخصم لي واتاذيت على حاجه انا عملتها خير، انا كنت بساعد، انا كنت بنقذ الشغل لان الناس بدات تتكلم وبدات تشتكي. فاتعلمت ان انا ابدا مش هعمل حاجه مش مطلوبه مني. تشتكي، اللي عايز يشتكي يشتكي، والله مش بتاعتي. اشتكوا للمدير، انا وظيفتي ان انا اوصل للمدير اللي العملاء بتقوله. العملاء بتقول كذا كذا كذا، فانا هوصل لك كذا كذا كذا. انا مش هتصرف من دماغي، مش هعمل حاجه مش مطلوبه مني، مش هكفر حد مش مطلوب مني ان انا اكفره، مش هقف اعمل حاجات مش مطلوبه، مش هبيع وانا مش مطلوب مني ان انا ابيع. مش ما تعملوش حاجه مش مطلوبه منكم، عشان في الاخر لو المكان بيقدرها والله خير وبركه. المكان ما بيقدراش، اول ناس هتتاذي هو انتوا. اشتغلوا وانتوا صغيرين، اشتغلوا وانتوا معكوش فلوس، اشتغلوا وانتوا ما عندكوش خبره، اشتغلوا وانتوا مش قادرين وانتوا تعبانين وانتوا وظروفكم وحشه وانتوا عندكم حد متوفي وانتوا لسه خارجين من علاقه فاشله وانتوا متطلقين وانت كل حاجه. اشتغلي عشان الشغل هو اللي بينسينا كل حاجه، هو اللي بيحسسنا ان احنا بني ادمين وعندنا ذات وقادرين نحقق نفسنا. اشتغلي وتعبي واصرفي من فلوسك وبسطي من فلوسك وتعلمي من فلوسك، هتحسي دايما احساس مختلف، هتبقي دايما سابقه كل الناس اللي حواليكي. اشتغلي وتعبي وانتي صغيره عشان هتفضلي تتعبي وانتي كبيره، عشان انك تحافظي على اللي انت عملتيه ده ما بيبقاش سهل. وفكره ان انت تتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين، لا دي مش جمله صح. هتفضلي تتعبي بس التعب هيبقى اسهل، هتبقي عندك خبره اكبر،
هتبقي عارفه اللي هو الحاجه اللي كنت بتخلصيها في 100 يوم هتعرفي تخلصيها في اسبوعين، الحاجه اللي كنت بتخلصيها في شهرين بعلاقاتك هتعرفي تخلصيها في اسبوع. فاشتغلي وتعبي واعملي علاقات وبسطي واخرجي، والويك اند ويك اند يوم اخرجي ويوم نامي في البيت. هي دي الحياه. وحققي ذاتك ويبقى عندك شغل كبير ويبقى عندك بيزنس، وجربي وافشلي واخسري فلوسك وجمعي فلوس تاني وابدأي من الاول، وهكذا وهكذا وهكذا، عشان هي دي لذة الحياة. يا رب اكون فدتكم النهارده، ولو محتاجين اي حاجه اسالوني عنها، وقولوا لي محتاجين تعرفوا ايه الفتره اللي جايه ومحتاجين نتكلم في ايه، وبحبكم.